تخيل تبقى ماشي كده في السوق عادي، تلاقي واحد واقف وبيبيع زوجته، وده كمان مش أي سوق، ده سوق لبيع الأغنام والبهايم. أعزكم الله، قول الحمد لله على نعمة الإسلام. وتعالوا احكي لكم ده حصل فين وإمتى. ما بين أواخر القرن ال18 ومنتصف القرن ال19، وتحديداً في إنجلترا. الإنجليز وقتها كان عندهم عادة في منتهى الغرابة، وهي إنهم يبيعوا زوجاتهم. وبحسب المصادر التاريخية شهدت إنجلترا ما بين سنة 1780 وسنة 1850 أكتر من 300 مزاد لبيع الزوجات. وفي خلال الفترة دي كان طبيعي وانت قاعد تقرأ الجريدة الصبح، لو رحت على صفحة الإعلانات تلاقي إعلان واحد عارض فيه زوجته للبيع في مزاد علني. واللي هيسأل هو كان في جرايد في الوقت ده؟ كان في جرايد، ولكن كانت بدائية شوية. وفي الإعلان ده بيحدد لك زمان ومكان المزاد، واللي غالباً كان بيقام في أسواق بيع الأغنام والبهايم. وعايزة أقول لك إن في الوقت ده الراجل كان بيمتلك زوجته، ومش بيمتلكها اللي هو بيمتلك قلبها وعقلها والكلام بتاعنا ده، لا، هو كان بيمتلكها بالمعنى الحرفي للكلمة. وده لأن القانون الإنجليزي في الوقت ده كان بيصنف المرأة على إنها من ضمن قائمة الممتلكات الشخصية للرجل. يعني الراجل لما يتجوز واحدة بتعتبر إحدى ممتلكاته، وليه حق التصرف فيها كما يشاء. ونيجي بقى ليوم البيع. كان الراجل الإنجليزي بياخد زوجته للسوق العمومية أو لسوق بيع الأغنام، وفي أول السوق بيدخل على زي مكتب كده ويسجلها من ضمن قائمة المبيعات اللي هتتم في اليوم. وبعدها بيقوم بلف حبل حوالين رقبتها أو خصرها أو معصمها، وبعدين بتطلع الزوجة فوق صندوق أو طاولة المزاد وتبدأ عملية البيع. وبيبتدي الزوج بكل أمانة وإخلاص في عرض زوجته ويقول المميزات والعيوب اللي فيها، زي إنه يطلع ويقول أنا زوجتي جميلة وكتومة ومدبرة ولكنها كثيرة الكلام. والبعض كان يطلع يشكر في نشاط زوجته وفي طبخها، ولكن يقول إنها غبية، لغاية لما الناس اللي في السوق يتلموا حواليه وتبدأ عملية البيع، ويتفحصوا الزوجة ويبدأوا المزايدة، ويبدأوا يرفعوا السعر قدام بعض لغاية ما يوصل لأعلى سعر ممكن يحصله. وبعدها بتلتفت الزوجة للمشتري اللي عرض أعلى سعر، ومن حقها إنها توافق أو ترفض البيعة. وبحسب المصادر التاريخية كانت دايماً الزوجة بتوافق على البيعة، وده لأن الزوج اللي بيعرض زوجته للبيع في الغالب بيبقى فقير وخسيس. وده لأن بالرغم من انتشار العادة دي وقتها، اللي ما كانش بيلجأ ليها إلا الأشخاص الأكثر خسة واللي فيهم كل الصفات السيئة اللي ممكن تتخيلها. فكانت الزوجة بتكون في منتهى السعادة إنها خلصت منه، ده بخلاف إن أحياناً كانت عملية البيع بتتم بموافقة الزوجة وبالاتفاق مع الزوج والمشتري، وبيتم تنظيم عملية البيع لشخص معين وبسعر رمزي قد لا يتعدى الجنيه الواحد. وأول لما بتتم البيعة بيسلم الزوج الحبل للمشتري وبيقبض هو الفلوس، وبكده أصبح المشتري بيمتلكها بموجب ما يشبه عقد بيع بيكتبوه هو والزوج داخل السوق. ومن الطرائف اللي سجلها التاريخ في عادة بيع الزوجات إن في مرة سنة 1832 كان في رجل إنجليزي اسمه جوزيف سومبسون قرر بيع زوجته مقابل أقل من جنيه واحد، يعني تقريباً كان مقرر يبيعها ببلاش. وأثناء عملية البيع بيقدم محاسن وسيئات زوجته، وبيذكر قدرتها على حلب البقر والطبخ والغناء، ولكن بيوصفها بالأفعى من شدة خبثها. وتجمع الناس حواليه والكل كان رافض إنه هو يشتريها، لغاية ما خرج واحد من وسط الجمع وقال إنه هو هيشتريها بجنيه واحد. وطبعا الزوج ما صدق وتخلص من الأفعى
ولكنه اتحرم من غنائها. وطبعا المشتري ده أكيد وافدها علشان ينتقم من كل اللي حواليه. هتقولي طب ما بدل ما يبيعها ببلاش كده ما يطلقها ويخلص منها؟ هقولك لا، ده ما كانش يقدر يعمل كده أبدا. أولا لأن القانون الإنجليزي وقتها كان بيمنع الراجل إنه يتزوج من زوجة جديدة إلا بعد إنهاء زواجه، والطلاق كمان كان أمر صعب جدا، وده لأن القانون الإنجليزي وقتها ما كانش فيه أي قانون يخص الطلاق لغاية سنة 1857. فلو اتنين استحالت العشرة ما بينهم كان لازم يحصلوا على موافقة البرلمان وتأييد الكنيسة على الطلاق. وبسبب ضرورة طرح المسألة دي على السلطات العليا بالشكل ده كان الطلاق مكلف جدا، وبيحتاج طالب الطلاق أكتر من 3000 جنيه استرليني علشان يحصل على الموافقات. فطبعا ما كانش يقدر يحصل على الطلاق إلا الأغنياء فقط، والفقراء ما كانش قدامهم إلا إنهم يستخدموا حيلة بيع الزوجات للتحايل على القانون، وده بخلاف إنهم طبعا وقتها كانوا بيتعاملوا مع المرأة على إنها مجرد سلعة. يعني لو الشخص من دول تراكمت عليه الديون، وده كان بيحصل كتير جدا وقتها، وده لأنهم كانوا وقت الجفاف بيقترضوا الفلوس من الأغنياء المرابين بالرغم من ارتفاع الفايدة الكبيرة جدا اللي كانوا بيحطوها عليهم، لأن ده كان من وجهة نظرهم هو الحل الوحيد للبقاء على قيد الحياة. ومع زيادة الفايدة وتدهور الحصاد كان بيجبرهم الأغنياء على سداد ديونهم، فكانوا بيلجأوا لبيع الزوجات للحصول على الأموال وسداد الديون. وهنا هنتساءل، طيب المرأة هنا دورها إيه؟ وإيه سبب الرضوخ والطاعة العمياء اللي هي فيها دي؟ هقولك إن في الوقت اللي كان الإسلام بيكرم المرأة وبيعلي من شأنها، كان الغرب بيتعاملوا مع المرأة بمنتهى الانحطاط والدونية، وكانت تقريباً مسلوبة كل الحقوق والإرادة. واستمرت عملية بيع الزوجات لسنوات طويلة جداً، وكانت آخر عملية لبيع زوجة سنة 1913 لما تقدمت سيدة بطلب في المحكمة وقالت إن زوجها قام ببيعها لواحد من زملائه، وإنها كانت رافضة البيعة دي وتعذبت كتير بسببها. وقتها بيصدر أخيراً قانون لتجريم بيع الزوجات واعتبارها تجارة غير مشروعة، ومن بعدها تراجعت عمليات بيع الزوجات بشكل تدريجي، وأصدر البرلمان الإنجليزي قانون سهل بيه إجراءات الطلاق، وأصبح الطلاق متاح للجميع. ومع الوقت وبسبب القانون ده اندثرت تقريباً عادة بيع الزوجات عند الإنجليز. ولكن هل انتهت العادة دي للأبد؟ هفاجئك وأقولك إنها ما زالت موجودة ليومنا هذا، وده في بعض المجتمعات المتدنية مادياً. والبيع ما بيكونش بنفس الصورة اللي حكيناها، ولكن بيكون ليه صور مختلفة. يعني عندك مثلاً بعض الناس في بلغاريا بيقوموا ببيع الفتيات وبسعر متعارف عليه، واللي بيتراوح ما بين 290 ل 350 دولار حسب مواصفات الفتاة. ونفس الشيء موجود في بعض المناطق في الهند وغيرها من البلدان اللي مازال الجهل والتخلف متمكن منها. وفي النهاية لازم نقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللي كرم المرأة خير تكريم. وبكده خلصت حلقتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضو. سلام.